ركزوا معايا شوية. مفيش حاجة اسمها ازاي تبقى هيوكة، مفيش حاجة اسمها كده أصلا. كل الناس اللي بيتكلموا ويقولوا ازاي تبقى هيوكة دول ملهمش أي علاقة بالصحة النفسية. الهيوكة أصلي بيتولد ليه مواصفات معينة، لازم يبقى مولود قيصري أول حاجة. مش قيصري عشان مامته تعبانة، قيصري لأنه دماغه بتبقى لفوق. لازم بيتولد في أسرة نرجسية، يعني الأب نرجسي أو الأم نرجسية، فيطلع الهيوكة ويبقى غالبا بيبقى كبش الفدا. الهيوكة كرامته عنده أهم حاجة في الدنيا من وهو صغير، إلا كرامته. لكن في حاجة اسمها بقى، يبقى قلنا ده هيوكة أصلي، وفي نوع تالت، في نوع تاني اسمه الهيوكة المكتسبة، وده مش هيوكة أصلا. ده حد اتعرض لنرجسيين ونرجسيات كتير جدا في حياته، سواء في عيلته، سواء في نطاق عمله، في نطاق أصحابه، في نطاق أي مكان هو بيخشه. ولما تعرض هذا الشخص لكل هذه أساليب الإخضاع والاستنزاف والاستهلاك للطاقة، أصبح عنده خبرات بالأشخاص، وبيعرف الأشخاص ما بين الحين والحين. اللي بيخشوا حياته ناس مضطربة. ده شخص عرف ده من خبرات الحياة، يعني اكتسب مجموعة من الخبرات، لكن ده مش هيوكة أصلي. فبلاش إن أي حد يقولك أنا هيوكة، وإزاي تبقى هيوكة أكن الهيوكة دي قصة شعر أو فيلر وبوتكس هيتضاف أو رياضة هيلعبها وهيبقى هيوكة. الكلام ده غير صحيح بالمرة. وديها للي مستنيها.